السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاف ايلس وخدنا عليها مثالين وعرفنا ازاي بتمشي. ان شاء الله النهارده هناخد مثال مهم جدا هنستخدمه ان شاء الله الفترة الجاية كتير. خلينا نشوف بيقول ايه. انا كنت بقول مثلا لو عندي 8 على 2 هتيكوال 4، تمام، وباقي الجسم كام؟ 0. في باقي. طيب لو قلت 9 على 2 هتيكوال كام؟ 4 برضو، بس باقي الجسم 1. تمام. يعني مثلا هنقول 9 دي فيها كام 2؟ فيها 4 اتنينات، وتبقى كام؟ وتبقى 1. تمام. نفس الكلام هنا 8 فيها كام 2؟ فيها 4، وتبقى كام؟ متبقاش حاجة بصفر. طيب لو عايز أقول لليوزر مثلا يدخل لي رقم وأشوف أنا مثلا الرقم ده even or odd، زوجي ولا فردي، أعملها إزاي؟ زي ما اتعودنا محتاج ياخد الرقم من اليوزر وبعدين أدي الشرط ينفذ لي حالة معينة. طب لو الشرط ما اتحققش مش هينفذ الحالة التانية دي. طيب أعملها إزاي؟ خلينا نشوف كده نعملها إزاي مع بعض. هنقول له CW، تمام، enter the number، تمام، وبعدين آخد الرقم ده أحفظه في متغير نسميه num، أقول له into parse console read line، تمام. ابتدي أكتب الشرط بتاعي بقى الإف، أقول له إف وأكتب الشرط. إيه الشرط بقى؟ عايز أقول له لو الرقم ده زوجي يبقى هو even، طب لو مش زوجي هيبقى فردي. طب أقولها له إزاي؟ قال لك هتقول إن النمب ده موديو بس الاتنين يساوي 0. يعني إيه؟ يعني الرقم اللي أنا هحطه موديولس الاتنين وباقي الجسم طلع 0، يبقى كده الرقم ده زوجي زي ما عملنا هنا فوق. بص كده معايا، أنا كنت بقول له 8 على 2 فيها 4 وباقي الجسم 0، يبقى 8 دي زوجي. هنا نفس الشرط ده هو يبقى باقي الجسم بيعرفني باقي الجسم كام. لو ايكوال 0 يبقى الرقم بتاعنا ده زوجي. فأنا هقول له إيه؟ إن الرقم ده number is even، تمام. طيب لو else طبيعي هيكون العكس. نقول له CW إن النمبر is odd، تمام. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا الرقم بتاعنا قلنا له موديولس الاتنين، يعني نقسم الرقم ده على الاتنين وباقي الجسم اللي هيطلع لو كان بصفر يبقى الرقم ده زوجي even، لو كان بواحد يبقى الرقم ده فردي odd. وصلت؟ خليك مركز في حوار الموديولس ده عشان بيجيبوا عليه أمثلة كتير أوي. تمام، فأنت فهمت الفكرة. تعال ندوس كنترول في 5 كده ونشوف. بسم الله. بيقول لك انتر ذا، لو قلت له مثلا 13 قال لك الرقم ده odd. نقفل ونشغل تاني. انتر ذا 14 even، تمام. بس كده ده المثال بتاع النهارده، حبيت اشرحه في فيديو لوحدي عشان مثال مهم ويبقى عليه افكار كتير. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.